بيتهيألي كلنا بنحب سندوتشات المطاعم. تعالوا نعملها في البيت لو عندنا عزومة أو متجمعين بطريقة سهلة وبتطلع خطيرة. أول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بتتبيلة الفراخ. هنا حطيت 3 معالق من الزبادي، عليهم معلقة من الثوم المفروم، وطبعا كل المقادير هكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. وللتوابل نص معلقة من الملح مش مليانة، وكمان نص معلقة من الفلفل الأسود، وكمان نص معلقة من توابل الفراخ، أي توابل الفراخ بتحبوا تستخدموها. وكمان بحب أضيف عليها زعتر، ممكن فريش وممكن مجفف. طبعا الزعتر الفريش بيطلع أحلى بكتير. نص معلقة من الزعتر المجفف، نص معلقة من البابريكا المدخنة أو العادية، وكمان عصير ليمونة كبيرة أو ليمونة كاملة. وكمان بحب أضيف معلقة من صلصة الطماطم، دي اختيارية بس هي بتديها طعم ولون حلو قوي. وآخر حاجة بحب أضيفها هي معلقتين من زيت الزيتون، وطبعا ممكن نستخدم زيت عادي المتوفر عندنا. بنقلب الخليط ده كله مع بعضه كويس جدا وهنبدأ ننقع فيه الفراخ. أنا النهاردة استخدمت كيلو من صدور الفراخ، قطعتها تقطيعة البانيه العادية جدا، هحطها كلها، والتتبيلة دي تكفي لكيلو واحد. طبعا ممكن نضاعف الكمية لو حابين. هبدأ أقلبها كده في الخليط كويس جدا، وبعد كده ممكن أحفظها في الفريزر أو في التلاجة لتاني يوم استخدمها، أو كمان ممكن نعملها قبل استخدام بساعتين وبتطلع حلوة قوي برضو. هسيبها على جنب في التتبيلة، وبعد كده هبدأ أسويها. للتسوية ممكن نسويها في جريل على البوتاجاز، ممكن ندخلها الفرن، وكمان ممكن نسويها في الاير فراير اللي بتحبوه المتوفر عندكم. انا النهارده هسويها في الجريل، سخنتها كويس جدا جدا وعلى نار عالية. بحطها في الاول، بعد اول دقيقة بهدي النار واسيبها تستوي من على الجنب الاول، بعد كده بقلبها وعلى نار عالية برضو، وبعد اول دقيقة بسيبها تكمل سوا. وده شكلها بعد ما استوت، بتطلع حلوة قوي وريحتها جميلة. وللصوص النهارده استخدمت 3 معالق من المايونيز، وكمان عليهم رشه من الملح اكيد ورشه من الفلفل، وما نزودش قوي الملح والفلفل. معلقه من المستردة ونص معلقه من الكاتشب. كده خلاص الصوص بتاعنا بيكون جاهز. طعمه حلو قوي ولطيف جدا مع اي سندوتشات بتعملوها. بعد كده نبدا نعمل السندوتشات بتاعتنا. هنبدا نفرد الصوص بتاعنا على التوست. مهم قوي نحمص التوست في الاول، بيدينا طعم احلى بكتير. بعد ما نحط الصوص على الاتنين اللي قدامنا، بعد كده بنحط عليهم الخس والطماطم. طبعا ممكن نضيف اي خضار احنا بنحبه، ممكن نضيف بصل او اي شرايح تانية من الخضار بنحبها. شريحة من الجبنة، وعليها كمان شريحة من التركي اي نوع برضو. انا استخدمت النهاردة تشيدر الاحمر، وكمان استخدمت الامنتال، وطبعا ممكن تشيدر او اي جبنة تانية متوفرة او بنحبها. والجبنة بتاعت البرجر بتطلع كمان حلوة قوي. هنحط بعد كده شريحة الفراخ اللي احنا سويناها، وعليها شريحة من الجبنة تاني، وخلاص بنقفل كده الساندوتش وبنقطعه. ولو عندكم الستيكس بتاعت الساندوتشات دي بتطلع حلوة قوي ومتوفرة في اماكن كتير جدا. بقطع الساندوتش بكل سهولة، وعايزة اقول لكم بيطلع خطير. طبعا هنعمل الكمية اللي نحبها، ممكن نجهزها قبلها بشوية لان الساندوتش ده بيتقدم بارد وبيطلع برضو حلو جدا جدا مع شوية شيبسي او بطاطس محمرة، بيطلع خطير. هكمل باقي الساندوتشات زي ما قلت لكم. بعد كده الخس وكمان الطماطم، استخدمت الامنتال وشريحة من التركي، وممكن نستغنى عنها، ممكن نحط لانشون عادي. وطبعا الفراخ وكمان عليها الجبنة، وممكن كمان نزود خس تاني على الوش. وكده خلاص السندوتشات بتاعتنا جاهزة تتقدم. جربوها ومتأكدة هتحبوها، سهلة جدا وبسيطة وهتشرفكم في أي عزومة أو في تجمعات. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو لو عجبكم.